ما سر احتفال سيرجيو راموس وما علاقته بنادي ريال مدريد؟ في الوقت الحالي يلعب سيرجيو راموس مع نادي مونتيري في الدوري المكسيكي، لكن المثير أن راموس في آخر مباراة له أمام كروز أسول سجل الهدف الوحيد لصالح فريقه واحتفل بطريقة لفتت الانتباه. هذا الاحتفال يعود إلى قصة قديمة، حيث كان راموس في آخر موسم له مع ريال مدريد يطالب بعقد لموسمين إضافيين، وعندما اتصل بفلورنتينو بيريز تفاجأ بأن الهاتف أغلق في وجهه رغم أنه كان مستعدا للتوقيع على الفور. كانت هذه صدمة قاسية لراموس، خاصة بعد أن قدم للنادي 16 موسما متتاليا وحصد خلالهم 22 لقبا، لكنه لم يجد أي تقدير عند رحيله. كما فسر البعض احتفاله بأن راموس شعر بالخذلان مرة أخرى هذا الموسم، حيث كان ريال مدريد يعاني من إصابات في قلب الدفاع بينما كان هو بدون فريق وبكامل لياقته. وعندما حاول الاتصال بإدارة النادي للمرة الثانية والثالثة وجد نفس الرد القاسي: الهاتف يغلق في وجهه مجددا. لكن رغم هذه المعاملة اختار ارتداء الرقم 93 على قميصه، كما كان قد وشمه على رأسه في إشارة إلى الدقيقة التاريخية التي سجل فيها هدفه الشهير في نهائي دوري أبطال أوروبا. فهل تتفقون مع ذلك؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.